السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم نبيل ثروت، والنهارده هنتكلم على الويب أنيميشن بيرفورمانس. الويب أنيميشن بيرفورمانس في العموم هي الperformance اللي بيأثّر على الanimations والtransitions اللي إحنا بنعملها في الكود بتاعنا وفي المشاريع بتاعتنا. وده بيختلف عن الloading performance اللي 90 أو 95% من المصادر اللي بتشرح مواضيع الperformance في الويب بتتكلم عنه. اللي إحنا هنتكلم عليه النهارده مالوش أدنى علاقة بالassets، مالوش أدنى علاقة بأنت مstructure الفايلات بتاعتك إزاي، بل ليه علاقة أكتر بالanimations معمولة إزاي، وإزاي بنغيّر في الwebsite بتاعنا قدّام الuser. علشان أورّيكم المشكلة اللي أنا باتكلم عليها بشكل صحيح، أنا قدّامنا دلوقتي الsample اللي قدّامنا ده، المربعات دي هتتحرك دلوقتي. أول الشكل الoptimized ليها أو الشكل اللي هو كويس ليها ومعمول له rendering optimization، إن أنا لمّا أدوس على start ده كده، هنلاحظ إن المربعات بتتحرك بسلاسة، اللي هو زي السكينة في الحلاوة كده، الموضوع ماشي smooth جدًا، أنت مش حاسس إن في أي choppiness، إن هو تقطيع أو أي مشكلة ممكن تخطر في بالك. أول ما أدوس على unoptimize هالاحظ إن في بدأت تظهر مشكلة، المشكلة دي هي الjuddering، إن الحاجة حرفيًا يعني ما فيش مسمى تاني ليها للأسف، هي بترعش. إحنا بنلاحظ إن يا إما بتقطّع يا إما بترعش المربعات، تحس إن هي ما بقتش ماشية smooth زي الأول. لو عملت optimize تاني ماشية smooth خالص، ماشية بسلاسة رهيبة. أول ما أعمل unoptimize هالاحظ إن هي بقت أبطأ، وبقى فيها مشكلة الjuddering اللي بتحصل. مش شرط دايمًا يبقى الموضوع أبطأ visually، ولكن هتلاحظ فيه مشاكل الjuddering دي، والjuddering ده بيبوّظ شكل الanimation اللي أنت عاملها، بيبوّظ شكل الwebsite عمومًا. ممكن يبقى في مشاكل كمان الanimation دي، مثلًا أنا دلوقتي لو على website وحاولت أscroll هالاقي الscrolling تقيل، لإن الanimation دي مخلية التاب كلها تبقى بطيئة. فهو ده الrendering performance، ومعاه هنشوف الinteractivity performance أو بعده ممكن في فيديو الجاي مثلًا لو الفيديو ده طوّل منّي شوية. ولكن ده عمومًا اللي أنا عايز أتكلّم عليه النهارده، إن أنت في websites كتيرة جدًا بتبقى معمولة تخُش عليها تلاقيها visually شكلها جميل جدًا، ولكن أول ما تبدأ تscroll أو أول ما تبدأ تاخُد أي action تحرّك الماوس مش عارف تعمل حاجة على الwebsite، تلاقي إن الwebsite تقيل معاك، تلاقي إن في مشكلة. عشان نقدر نستوعب الrendering performance بشكل أحسن، محتاجين نفهم إيه هو الcritical render path، ومحتاجين نفهم إيه الخطوات اللي البراوزر بيمشي فيها علشان يرسم على الشاشة بتاعتنا بناءً على HTML وCSS. أغلب الكورسات بتاعة الperformance اللي بتتكلم على الloading performance بتoptimize الجزئية الأولانية بس من الcritical render path عشان يوصل للشكل اللي قدامنا ده، اللي هو الwebsite بيload بسرعة وبيrender أول render بسرعة، ولكن مش بيcover اللي بعد كده. وإحنا ده المهم بالنسبة لنا، ولكن إحنا هنمشي في الcritical render path من الأول للآخر علشان برضه تبقى الصورة معانا كاملة. الprocess ده بقى بتشتغل عن طريق إن الbrowser الأول بيبدأ إن هو يبني الstructure اللي هو بيفهمها عن الHTML والCSS اللي إحنا كاتبينه. كلنا المفروض نبقى عارفين إيه هو الDOM وإيه هو الCSS أو الCSS Object Model، بس هنمشي فيها بالتدريج. إحنا البراوزر أول ما بييجي له الresponse بتاعة الfile بتاع الHTML، بيبدأ إن هو يحوّل الHTML ده لمجموعة characters من الbytes اللي جاية له، وبعد كده بيقسّم الcharacters دي، بيعمل لها parsing، بيحوّلها لtokens. فعندك مثلًا الHTML دي الstart tag بتاعتك أهي، وبعد كده جواها start tag head ولحد إلى آخره، وبعد كده الend tag بتاعة الhead، start tag بتاعة الbody، start tag بتاعة الparagraph، وهكذا. مجموعة الtokens دي بعد كده بيتم تحويلها لمجموعة nodes، الnodes دي بيتم بعد كده الربط ما بينهم علشان تعمل الtree اللي قدامنا دي، اللي هي الDOM اللي إحنا عارفينها. دي بتبقى الDOM بتاعتنا، يبقى البراوزر بياخد الHTML بتاعنا بيحوّله للDOM أول ما بيستلم الHTML ده. ونفس الكلام بيحصل بالنسبة للCSS، إن هو برضه بيمشي في نفس الsteps بتاعة الDOM، ولكن الفرق إن دي بقى بيبقى على الCSS، فبييجي له الbytes عبارة عن ده الCSS file، بيبدأ إن هو يحوّله لcharacters، يparse الtokens، ينقله لnodes، وبعد كده يربط الnodes دي، فيطلّع الCSS object model، فيبقى الCSS object model قدامنا بالشكل ده. فلو افترضنا إن إحنا عندنا نفس الbody، عندنا نفس الHTML اللي إحنا شُفناه، ولكن هنا بقى إحنا عندنا الstyles بدأت تتattach لل الtree بتاعتنا. فأنا دلوقتي عندي مثلًا الspan دي ومحتاجين إن إحنا ناخد بالنا منها، الspan دي دلوقتي محطوط لها display none. ده معناه إن الbrowser لمّا يعمل الrendering pipeline بتاعته، لمّا
يطلّع ويرسم على الشاشة بتاعتنا، الspan ده مش هيبقى جزء من الحاجة اللي مترندرة قدّامنا، وده بيحصل في الخطوة اللي بعد كده اللي هي تكوين الrender tree. الrender tree دي بتبقى برضه tree structure أو شجرة زيّها زي الDOM والCSS عبارة عن إن هو بيcombine الDOM مع الCSS object model علشان يطلّع بعد كده الtree اللي الbrowser محتاج يبدأ إن هو يرسمها. فبنلاحظ إن إحنا عندنا برضه الbody هنا بقى الrender tree بيبقى فيها الحاجات اللي ليها أثر فعلًا على اللي أنت شايفه. فعندك الhead مثلًا اللي هي كانت موجودة في الDOM بتتشال، مش معانا. عندك الحاجات اللي بتبقى واخدة display none زي الspan اللي أنا اتكلمت عليه، واخد display none فما طلعش معانا في الrender tree وهكذا. الحاجات عمومًا اللي بيبقى ليها styling أو الحاجات اللي بتقدر إن هي يبقى ليها visual effect على الصفحة، هي بس اللي بتطلع في الrender tree. بعد كده بعد ما بتطلع الrender tree معانا، بيبدأ الbrowser إن هو ياخد الrender tree دي ويحوّلها بقى أو يعدّي بيها في خطوات الlayout والpaint والcomposite. الlayout والpaint والcomposite دي اللي هي الpainting steps أو الrendering pipeline بتاعة الbrowser، اللي هو من خلالها بيرسم الpixels اللي قدّامنا على الشاشة. مرحلة الstyle دي اللي هو الrender tree. الrender tree دي اللي هو بقى معاك دلوقتي، هو عارف إن أنت عندك elements معيّنة محتاجة تترسم على الشاشة من خلال الtree اللي هو طلّعها. وده اللي بياخدنا لمرحلة الlayout. مرحلة الlayout هي أكتر خطوة معقّدة الbrowser بيحتاج يعملها علشان يقدر إن هو يبدأ يرسم الcontents بتاعة الصفحة قدّامنا. الخطوة دي معقّدة ليه؟ لإن هي بكل بساطة بتحتاج كل المعلومات الممكنة عن الelements اللي هتترندر دي، بتحتاج الpositioning بتاع الelements دي على الصفحة، غير كده معاها الdimensions بتاعة الحاجة دي، الdimensions بتاعتها بتاعة الbounding box اللي هو الحاجة دي الwidth بتاعها كام، الheight بتاعها كام، وهكذا. بعد كده بتيجي خطوة الpaint. خطوة الpaint هو اللي بيحصل فيها بقى بعد كده ترتيب الحاجة، وإن إحنا نgenerate فيها الpaint records. الpaint records دي بكل بساطة لو حد اشتغل على الcontext API أو حاجة عمومًا أي tool بترسم programmatically، هتلاقي دايمًا إن بيبقى عندك methods اللي هو مثلًا draw rectangle لو أنت بترسم مربع، بعد كده بتكتب جوّه المربع ده، بعد كده مش عارف فكل الحاجات دي بتبقى عبارة عن instructions للrender process. المفروض إن هي حاجات خطوات هيتّبعها علشان يرسم الحاجات دي قدّام الuser. فالpaint record بقى من الآخر بيقول للبراوزر إن أنا دلوقتي عندي مثلًا الelement اللي هي الدورية اللي كنا بنتكلم عليها هتترسم الأول، بعد كده نرسم المربع اللي إحنا كنا عاملينه. ده بيضمن لنا الlayering بتاع الحاجة حسب الZ index مثلًا اللي إحنا عاملينه. أنت ممكن تكون مغيّر الترتيب الحاجة بالZ index، ممكن حاجة واخدة Z index 1 حاجة واخدة Z index 2، وبالتالي ال2 دي محتاجة تترسم فوق التانية. بعد كده بنخش في مرحلة الcompositing. مرحلة الcompositing هي تكنيك من خلاله بنقسّم الصفحة لمجموعة layers أو مجموعة طبقات، علشان نقدر إن إحنا نrender أو عشان نقدر إن إحنا نrasterize كل واحدة فيهم لوحدها أو كل layer فيهم لوحده. الrasterization في العموم كprocess هي إن إحنا بناخد أي مثلًا scalable vectors أو بناخد أي image data، حاجة المفروض إن إحنا بنرسم بيها وبنحوّلها لحاجة ظاهرة على الشاشة فعلًا، بنحوّلها لpixels على الشاشة. نفس الكلام بيحصل بالضبط في الcompositing. الcompositing إن إحنا بنقسّم الصفحة لمجموعة layers، والlayers دي بعد كده بنشوف الuser مسكرول قد إيه مثلًا في الviewport بتاعه، الشاشة بتاعته حجمها قد إيه وهكذا، علشان نحدد إحنا هنطلّع إيه على الشاشة بالضبط. والحلو في الcompositor عمومًا إن إحنا مش بنضطر إن إحنا نرندر الحاجة دي كل ما الuser بيسكرول. زمان قديمًا قبل ما يحصل موضوع الcompositing أو قبل ما نضيف الcompositor للrender pipeline، كان كل أمّا تسكرول في الصفحة بنحتاج إن إحنا نرندر الviewport من أول وجديد، بنحتاج إن إحنا نشوف أنت سكروليت قد إيه، وبنعدّي في الrender pipeline من أولها لآخرها تاني علشان نشوف إحنا محتاجين نرندر إيه بالضبط قدّام الuser، أو على الأقل كنا بنعدّي بمرحلة الlayout أو الpaint علشان نقدر إن إحنا نعرف الuser ده محتاج يشوف إيه قدّامه. على عكس دلوقتي اللي موجود بالcompositor إن أنت الحاجة already rendered، الpage already rendered كلّها in memory، ولكن اللي بيحصل إن إحنا عندنا بقى مجموعة layers في الشاشة، وأنت أول ما بتبدأ تscroll بنقدر إن إحنا بس نحرّك rasterized layer اللي هي الحاجة بقى اللي خلاص طلعت static ممكن نعتبرها مجرد صورة،
في الmemory بنحرّكها بس فوق أو تحت يمين أو شمال على حسب أنت بتscroll إزاي. والlayers دي بنقدر نشوفها برضه بالDevTools وهنشوف ليها مثال كمان شوية. هنخش بعد كده في الoptimization بتاع المواضيع دي، بس في animations أو في properties في CSS وJavaScript لمّا بنغيّرها بتغيّر الpipeline كلّها، وفي حاجات بتغيّر مراحل معيّنة فقط في الpipeline، وفي حاجات بنقول عليها composite only properties، بمعنى إن هي الproperties دي بتغيّر في حاجات في الcompositing layer فقط، اللي هو آخر مرحلة خالص من الpipeline. هنشوف برضه كلام أكتر عن الموضوع ده، وهنشوف أمثلة عن إيه هي الحاجات اللي بتتحرك بس في الcomposite layer. بس خلّينا نعرف دلوقتي إن مرحلة الcomposite بتشتغل عن طريق إن هي بتاخد الlayout tree اللي طلعت من الlayout stage بتاعتنا وبتحوّلها إلى حاجة اسمها الlayer tree، علشان هي بتحاول بقى بتعدّي الcomposite layer بيعدّي على الlayout tree، بيحاول يقرّر هو إيه من الحاجات دي محتاج يبقى في layer لوحده، وإيه محتاج يبقى في الmain layer اللي هو الصفحة نفسها وهكذا، علشان بعد كده يطلّع الlayer tree دي ويبدأ إن هو يرسم الحاجات دي قدّامنا على الشاشة. بعد كده بنخش في آخر مرحلة خالص، وهي إن الcompositor بيبدأ إن هو ينقل المعلومات دي أو يراستر المعلومات دي وينقلها إلى الشاشة بتاعتنا. وده بقى ياخدنا إلى آخر حاجة هنتكلم فيها على الrender pipeline، وهي الJavaScript بتاعتنا. أنت دلوقتي بتكتب JavaScript، الJavaScript دي بتعدل properties معينة في الصفحة، مثلًا بتخلّي لو افترضنا إن إحنا عندنا hamburger menu، باشوف ناس بيعملوا الmenus دي عن طريق الinset properties اللي هي left وtop وright وbottom. الproperties دي بتغيّر في إيه؟ الproperties دي بتغيّر في الlayout بتاع الصفحة، فبالتالي لمّا بيحصل تغيير في حاجة من الproperties دي، الrenderer pipeline بتشتغل من أول مرحلة الlayout من أول وجديد، يعني بتعدّي في الlayout بعد كده الpaint بعد كده الcompositing من أول وجديد. ونفس الكلام بينطبق على التغييرات للألوان والحاجات اللي هي visual only، زي مثلًا الbackground color أو زي الcolor بتاع الtext وهكذا، الحاجات دي مثلًا border color وهكذا، أي حاجة بتعدِّل في حاجات visual مش ما لهاش علاقة بالمساحة أو ما لهاش علاقة بالpositioning، ساعتها الpipeline بتتtrigger من أول وجديد، من أول مرحلة الpaint لحد مرحلة الcompositing وبعد كده الoutput. فبالتالي وإحنا بنعمل animation سواء بCSS أو بJavaScript محتاجين إن إحنا ناخد بالنا إحنا بنعمل إيه بالضبط وبنعدِّل في إيه، لإن إحنا لو عندنا animations كتيرة جدًا على الwebsite كلّها بتعدِّل في الlayout stage، ساعتها إحنا هنضطر نكون بنtrigger، أو ساعتها هيكون الwebsite بتاعتنا بيtrigger الlayout stage من أو الrender pipeline كلّها من أول الlayout stage لحد آخر مرحلة، كل شوية مع كل frame الbrowser بيطلّعه. وده ياخدنا لحاجة بعد كده اللي هي الframe rate. إحنا دلوقتي عندنا الشاشات بتاعتنا أغلب الوقت بتكون 60 هرتز، بمعنى إن الشاشة دي بتطلّع output عندك قدّامك 60 مرّة في الثانية. في شاشات بقى بتوصل 165، في شاشات بتوصل أكتر من كده بكتير، بس المهم معانا دلوقتي واللي موجود في أغلب الحالات بتكون شاشات 60 هرتز. فأنت دلوقتي البراوزر محتاج إن هو يطلّع frame على الشاشة قدّامك كل 16 ملي ثانية، ولو قُلنا إن إحنا خلاص إحنا البراوزر هيعمل شغل في الbackground، الشغل ده مثلًا إن هو هيupdate الrender pipeline، مش عارف هيload assets، مش عارف هيعمل إيه، هيعمل حاجات عمومًا خاصة بالبراوزر نفسه بتاخد حوالي 6 ملي ثانية، هيتبقى لنا 10 ملي ثانية بس نexecute فيهم الanimations بتاعتنا والJavaScript بتاعنا، اللي بعد كده يخش بقى في مرحلة ال6 ملي ثانية اللي البراوزر محتاج يcommit فيها الchanges دي. وكل أمّا التغيرات بتاعتنا كترت، وكل أمّا التغييرات اللي إحنا بنعملها أثّرت على الpipeline بشكل أكبر، يعني بقت بتأثّر على الlayout stage بدل ما تبقى مثلًا composite only، ده بيطوّل معانا الوقت كمان اللي بيسمح لنا إن إحنا نعمل animations بشكل كويس. وده يرجّعنا للanimation اللي أنا وريتها لكم في أول الفيديو، إن إحنا دلوقتي لو عندنا الanimation مش optimized، هنلاقي إن الanimation بقت أبطأ من 60 هرتز، بقت بتطلّع فريمات أقل، وبقت تقيلة، تحس إن البراوزر بيعمل شغل أكتر بكتير جدًا علشان يoptimize الحاجات دي، أو عشان يرندر الحاجات دي قدامنا على الشاشة. على عكس لو استعملنا properties optimized في CSS أو في JavaScript، هنلاقي إن الanimation ماشية smooth جدًا وماشية حرفيًا زي السكينة في الحلاوة.
طيب إحنا قدّامنا دلوقتي الأنيميشن المربع اللي عمّال يتحرك قدّامنا ده، اللي أنا ملاحظه عندي على الشاشة عمومًا إن الbox شِبه بيتليبورت ما بين الpoints ماشي عمّال يعلّق janky زي ما بنقول. وده مصطلح بنقوله على الanimations اللي بتبقى عمومًا تقيلة أو مش ماشية smooth إن هي بتبقى janky أو فيها jank. الjank ده ممكن يكون بسبب JavaScript اللي بتحرّك الbox ده أو بسبب الCSS animation نفسها. أغلب الوقت دلوقتي إحنا معانا أجهزة قوية جدًا، حتى الموبايلات بتبقى قوية جدًا، فالCSS animations تحديدًا مش شرط تكون هي السبب الأساسي للمشكلة دي، بل الأغلب أو الأغلبية العظمى بتكون بسبب الJavaScript. بس إحنا حاليًا باصين على animation بCSS فقط ما فيهاش أي JavaScript، وهنشوف بعد كده أثر الJavaScript على page معينة ممكن يبقى إيه. اللي إحنا ملاحظينه عمومًا إن الbox بيمشي ببطء رهيب، وكل الanimation دي حاصلة على الmain thread، حاصلة في نفس الthread أو حاصلة في نفس الprocess اللي فيها بيتم الlayout والpaint وبيتم كمان معاها الJavaScript code بتاعنا، وكمان الevent handlers. فأنت لمّا أنا آجي باحرّك الماوس بتاعي دلوقتي على الصفحة الanimation بتتقل أكتر وأكتر، لإن هي في حاجة كمان المفروض إن إحنا نعمل لها process على الmain thread، ولكن الmain thread already مشغولة بإن هي بتعمل الأنيميشن، لإن الأنيميشن تقيلة. طيب لمّا نيجي نبُص على المشكلة ورا الأنيميشن دي، لمّا نيجي نشغّل لمّا نيجي نفتح DevTools هنقدر إن إحنا نعمل Control Shift P ده في Chrome حاليًا، هتقدر إن أنت تكتب rendering علشان تفتح الrendering menu. من الrendering menu هتقدر إن أنت عندك أول 2 options دول بيسمحوا لنا إن إحنا نhighlight الأماكن اللي بيتعمل فيها paint أو layout اللي هي الsteps بتاعة الrendering. فأنا لو عملت paint flashing دي، هالاحظ إن الbox ماشي وراه box أخضر كده آمم، عمّال بينوّر كل أمّا الbox بيتحرك pixel واحدة. ده معناه إن الbox ده بيtrigger paint على الmain thread بتاعتنا. طيب لو شِلنا الpaint واخترنا layout، هنلاحظ إن الlayout برضه بيتحرك وراه رايح جاي. ده معناه إن الbox ده بيtrigger layout وpaint. وطبعًا إحنا كده حتى لو هو مش بيغيّر حاجة في الpaint step اللي هي لون أو حاجة، هو بيغيّر في الlayout وبالتبعية بيrun الpipeline كلّها من أول وجديد، لإن إحنا أي تغيير في أي step بيtrigger تغيير في الsteps اللي بعدها، لإن إحنا بنgenerate tree والtree دي بتحتاج إن إحنا نحوّلها للtree اللي بعدها زي الlayout tree للpaint tree أو الpaint records وهكذا. فإحنا أي تغيير في أي step بيغيّر بالتبعية أو بيtrigger بالتبعية الsteps اللي بعده في الrender pipeline. طيب إيه بقى المشكلة اللي حاصلة هنا؟ المشكلة اللي حاصلة هنا إن إحنا بنعمل الanimation لو جينا نبُص على مثلًا الperformance tab وبدأنا إن إحنا نسجّل. طيب اللي أنا عملته دلوقتي إن أنا عملت profile للصفحة دي دلوقتي، وده النتيجة اللي طلعت معايا. أنا مختار range عبارة عن 1 second بس، يعني أنا مختار ثانية واحدة فقط. أنا سجّلت 6 ثواني بس مختار منهم ثانية واحدة، علشان نشوف بالتفصيل إيه اللي بيحصل. ده عمومًا اللي إحنا بنعمله دلوقتي ده اسمه profiling وهاتكلم عليه إن شاء الله في الفيديو الجاي بتفصيل أكتر شوية، ولكن دي عمومًا الview اللي دايمًا أو أغلب الوقت هتطلع لنا. عندك دلوقتي اللي فوق ده دي زي flame chart كده بتورّينا الactivity اللي بتحصل كل شوية، ومعانا الframes أو screenshots الصفحة كانت في state إيه بالضبط في كل خطوة من دول، في كل مِلِّ ثانية من دول. ومعانا بعد كده عندنا حاجة اسمها الlayout shifts ظاهرة، ومعانا الframes إحنا قُلنا إن إحنا المفروض بنطلّع 60 frame في الثانية الواحدة. أنا دلوقتي مختار ثانية واحدة في الrange دي، وطالع معانا زي ما إحنا شايفين طالع معانا فريمات كويسة أهي. بس في مشكلة إن في فريمات عادية دي تمام ما فيش فيها مشكلة، وفي فريمات partially presented ده معناه إن في شغل البراوزر ما لحقش يخلّصه قبل ما الفريم اللي بعده طلع. البراوزر كده هيطلّع 60 فريم، ولكن هل الأنيميشن اللي أنت عاملها هتطلّع 60 فريم مع ال60 فريم اللي البراوزر بيطلّعهم دول والّا لأ؟ دي اللي بيحصل فيها فرق. اللي حاصل عندنا دلوقتي إن الweb site بتاعنا مش مطلّع 60 فريم في الثانية الواحدة زي ما البراوزر مطلّع، وبالتالي بتلاقي الpartially presented frames دي اللي هي غالبًا بتكون dropped بسبب إن إحنا الanimation بتاعتنا مش قادرة تkeep up مع ال60 هرتز بتاعة الشاشة. إيه بقى اللي بعد كده؟ اللي بعد كده عندنا حاجة اسمها الlayout shift والlayout shift دي بتظهر فقط في حالة إن إحنا عندنا layout shifts كتيرة بتحصل. هنلاحظ إن الDevTools بدأت تظهرها.
الlayout shift دي فيما معناها إن إحنا بيحصل تغيير في الlayout step بتاعة الbrowser بتاعة الrendering pipeline وم وم ومعنى إن في تغيير في الlayout step أو في الsteps اللي قبلها يبقى هيحصل تغيير في الsteps اللي بعدها كمان بالتبعية زي ما قُلنا. فاللي بيحصل إحنا لو ركّزنا شوية على الmain thread بقى، إيه اللي بيحصل على الmain thread، هنلاحظ إن في الأول خالص حاصل evaluate script ما لناش دعوة بيها، بعد كده حاصل recalculate style. recalculate style دي اللي هي الstyle step اللي قبل أصلًا الlayout، اللي هو حرفيًا الbrowser بيبدأ الأول إن هو يgenerate الstyle tree اللي إحنا شُفناها في الشرح، وبعد كده يبدأ يعدّي بقى في المراحل بتاعة الrendering pipeline. فإحنا عندنا بيحصل recalculate style، بعد كده layout، وبعد كده pre-paint وpaint وlayerize وcommit. بعد كده بيخش الcompositor بتاعنا بالstep بتاعته اللي هي بتحصل على الGPU، بتبقى hardware accelerated وبيطلّع الoutput بتاعته على الشاشة. الprocess دي حصلت في أكتر من frame، يعني الpaint اللي حصلت معانا دي إحنا لو ركّزنا حبّتين شوية وحرّكنا يعني لو عملنا zoom out شوية كده وعملنا zoom in هنا، بالضبط كده، هنلاحظ إن في 2 frames أهم. خلّينا نجيب حاجة من أولها، recalculate style تكون في الأول شوية. آآ ماشي، دي أظن كفاية بالنسبة لنا. اللي هيحصل إن حصل دلوقتي animation في البراوزر، فحصل recalculate style، دخلت layout pre-paint paint layerize commit. كل ده حصل وأخد أكتر من وقت الframe، وبعد كده دخلنا في الrecalculate style اللي بعدها ونفس الكلام برضه حصل recalculate style pre-paint والlayout بتاعتنا layerize commit وبعد كده GPU. فإحنا اللي بيحصل معانا هنا دلوقتي إن إحنا الanimation بتاعتنا بتحصل وبتاخد الpipeline كلّها من أولها لآخرها في وقت أكتر من وقت الframes نفسها. فهنلاحظ إن الframe ده completed تمام، ما فيش فيه مشكلة. بعد كده بدأ الrecalculate style بتاع الframe اللي بعده، خلّصت والframe عملت الcommit بتاعتها بعد الframe time أصلًا. يعني إحنا لو خدنا بالنا الشغل اللي هو recalculate style ده بدأ قبل الframe، أنا لا دعوة بالframe دلوقتي اللي هو partially presented ده، بدأ قبل الframe ما يبدأ وخلص بعد ما الframe خلص. يعني الframe ده أصلًا ما طلعش كامل، الbrowser ما لحقش إن هو يapply الanimation بتاعتنا ويطلّعها للشاشة في خلال ال16 مِلّي ثانية اللي معانا. وده معناه إن الanimation بتاعتنا بطيئة، والدليل على كده إن إحنا زي ما إحنا شُفنا الbrowser بيتقل لمّا باحرّك حاجة على الشاشة، باحرّك الmouse، الanimation نفسها أصلًا مش شغّالة smooth. والسبب ده إن إحنا بنtrigger style معيّن، الstyle ده في الanimation بتاعتنا بيtrigger الrender pipeline كلّها. طيب إيه ممكن يكون بيtrigger الpipeline كلّها دي؟ زي ما قُلنا إن الstyle stage والlayout stage أي تغيير بيحصل في الحاجات اللي هي ليها علاقة بالposition سواء top left right bottom أو height أو width، الحاجات دي كلّها بتتtrigger من أول الlayout step. فأنا من غير ما أبُص على الكود، أنا حاطط الmain suspicion بتاعي أو شَكّي الأساسي على إن أنا باغيّر حاجة الanimation دي بتعمل بالtop والleft أو الright أو الbottom. فلو جينا نبُص على الelements، هاختار الbox، هالاحظ إن الanimation في ال50% بتاعتها بتغيّر بالtop والleft فعلًا. يبقى ده معناه إن أنا دلوقتي عندي الanimation بتاعتي بتtrigger change في حاجة ليها علاقة بالlayout، لإن أنا لمّا أغيّر الtop والleft بتاع الbox، الbrowser محتاج يrun layout step عشان يعرف الbox ده المفروض الposition بتاعه الجديد على الصفحة إيه، وبعد كده بالتبعية هيtrigger كل الpipeline اللي بعدها. طيب لو أنا حبيت أoptimize الanimation دي، أول حاجة هاعملها إن أنا هاحاول أروح على compositor only properties. زي إيه؟ زي الtranslate، الtransform عمومًا. الtransforms بتحصل على الcompositor اللي بتحصل في الGPU، بتبقى hardware accelerated، بتبقى الperformance بتاعها كويس جدًا، وبتtrigger آخر مرحلة فقط من الpipeline. فاللي أنا هاعمله دلوقتي إن أنا هاحاول أغيّر الanimation دي وهي شغالة، فأنا هاخلّيها transform translate تمام، وهاقفل الtop والleft بتاعتها. أول ما عملت كده لاحظت إن الanimation بقت أسرع. لو جينا نعمل performance profile تاني، أنا هاقفل هامسح الprofile اللي كان معانا، وهاشغّل إن أنا أعمل recording جديدة، بعد كده stop. بجانب الprofiler overhead اللي في الأول اللي ما لناش دعوة بيه، لو جينا نبُص على الsection ده مثلًا كده، أنا كده باصص على مكتوبة تحت أهي 1300 مللي ثانية، خلّينا على
1000 مللي ثانية بس، وهنلاقي ظهر زرار الzoom ده هادوس عليه هيقوم select الarea دي بس تحديدًا اللي هي ال1000 مللي ثانية، ويعمل لها zoom على الشاشة بتاعتنا. عندنا مبدئيًا الframes شكلها اتغيّر، الframes بدل ما كان في partially presented frames كتيرة، كل frame حرفيًا كان بيبقى فيه dropped frame، بقى دلوقتي عندي ال60 frame طالعين مضبوطين بالملي، ما عادش فيهم أدنى مشكلة. لو جينا نبُص على الmain thread بتاعتنا ونعمل zoom in، مش هنلاقي أي layout بيحصل، مش هنلاقي أي مشكلة ليها علاقة بالrender pipeline بتtrigger أي حاجة. هنلاحظ إن إحنا الrender pipeline بتاعتنا ما عادتش أصلًا بتtrigger، الanimation بقت كلّها بتحصل على الcompositor thread، وبالتالي ما فيش أي شغل بيحصل في الanimation دي على الmain thread بتاعتنا. وبالتالي الanimation بتاعتنا ما عادش في خوف منها على أي device مهما كانت الcomplexity بتاعتها. ليه؟ لإن إحنا دلوقتي بنعمل GPU accelerated animation معمولة فقط على الcompositor thread، بتحصل بقى عن طريق موضوع الlayers اللي إحنا اتكلمنا عليه واللي إحنا هنشوفه دلوقتي بشكل أكتر. الcompositor بيشتغل زي ما قُلنا عن طريق مجموعة layers. أنا دلوقتي عندي الصفحة دي عبارة عن الbackground أو الmain content والbox بتاعي اللي بيتحرك دلوقتي. من غير الlayers ومن غير الcompositor كان هيضطر البراوزر إن هو كل شوية يtrigger الpipeline كلّها علشان يرندر صورة جديدة بتترندر قدّامنا على الصفحة. ولكن الcompositor بيرحمنا من حاجة زي كده بإن هو بيطلّع الbox في layer لوحده، وده نقدر إن إحنا نشوفه عن طريق إن إحنا ندوس Ctrl Shift P في الDevTools ونكتب layers، أو نضيف الlayers للlayers menu للmain menu عندنا برّه. وهنلاحظ إن هو بدأ يظهر قدّامنا UI زي بالضبط الUI بتاعتنا. لمّا expand الmenu اللي على الشمال دي، هالاحظ إن إحنا عندنا 2 layers فقط في الصفحة دي. عندي الlayer اللي هو الdocument نفسها، ده الbase بتاعنا اللي هو الbackground اللي هو الأبيض واللون اللي قدّامنا ده، وبيقول لنا السبب إن هو عمل layer خاص بالموضوع ده أو layer خاص بالحاجة دي. السبب هنا إن ده الdocument root scroller اللي هو أصلًا ده أساس الصفحة، ده الroot دايمًا بيبقى واخد layer لوحده، وده الlayer الأساسي اللي هو كل حاجة المفروض بتبقى فيه ما عدا الحاجات اللي بتاخد layers خاصة بنفسها. وبعد كده لمّا اختار الbox هالاحظ إن هو بيقول لي compositing reason has an active accelerated transform animation or transition. ده معناه إن أنا الbox ده اتعمل في compositor layer خاص لوحده، بسبب إن هو بيتعمل عليه animation سواء عن طريق الtransform أو في أو property تانية خاصة بالcompositor بس، اللي هي بيتقال عليها accelerated لإن هي بتحصل على الGPU فقط. وده بينطبق على الtransitions أو الanimations سواء ما فيش أي فرق ما بينهم. فإحنا دلوقتي عرفنا إن البراوزر عمل compositor layer خاص بالbox بتاعنا عشان يقدر يحرّكه براحته. فاللي هو عمله دلوقتي من الآخر إن هو render الbox على الpipeline كلّها، عدّى الpipeline كلّها مرّة واحدة فقط في بداية الصفحة، عرف إن الbox ده هيحصل عليه animation عن طريق compositor only properties زي الtransform اللي إحنا عملناها، وبعد كده عمل له layer لوحده علشان يapply الtransformation اللي إحنا هنعملها دي في الGPU فقط. فاللي بيحصل دلوقتي إن الbox actually مش بيrender، هو الbox اتعمل له render مرّة واحدة، والbrowser بكل بساطة عمّال يحرّكه قدّامنا على الشاشة حسب الanimation اللي إحنا عملناها. دي سبب إن إحنا دايمًا بنقول يا جماعة استعملوا الtransforms في الanimation، بلاش تعدّلوا الwidth والheight، بلاش تعدّلوا الinset values اللي هي top left وright وbottom، بلاش تعملوا حاجات بينما أنتم عندكم الtransform موجودة. وبرضه من أمثلة الحاجات اللي بتحصل في الcompositor only اللي هي الopacity بتحصل على الcompositor thread برضه، ما بيتعملّهاش، مش بتtrigger الpipeline من أول وجديد. فأنا دلوقتي لو شِلت الanimation اللي هي بتعمل transform دي، وجينا نبُص على الlayers، هالاحظ إن أنا الbox بقى جزء من الصفحة، بقى دلوقتي هو في الlayer الأساسي لإن ما بيحصلش عليه animation خاصة بيه. لو جينا نرجّع الtop والleft animation اللي كانت بتحصل ونبُص على الlayers، هنلاحظ إن هو جزء من الmain document، وهنلاحظ إن هو عمّال يrefresh. ده معناه إن أنا دلوقتي الحاجة دي بتشغّل الpipeline من أول وجديد، الlayers بتاعتنا ثابتة زي ما هي، هو بس بيغيّر الpreview بتاعتها لإن هي عمّالة re-render. طيب لو قفلنا الtop والleft وكتبنا opacity، أنا هاخلّي animation بتغيّر الopacity بس، هاعملها كده.
بيخف شوية ويظهر تاني كامل. لو رجعنا على الlayers هنلاحظ إن هو عمل box، رجّع الbox تاني في layer خاص لوحده، علشان السبب بقى إن هو has an active accelerated opacity animation or transition. ده معناه إن هو لقى إن الbox ده بيحصل عليه opacity change سواء في animation أو في transition، وبالتالي عمل له layer خاص بيه. وبس كده، هي دي الcompositor only animations، والفرق ما بينها وما بين الanimations اللي من نوع تاني بتأثّر على الrender pipeline. ده كده إزاي نoptimize الCSS animations بتاعتنا، ولكن في animations بنعملها من خلال JavaScript. دي بتبقى حاليًا، وعلى أساس إن إحنا دلوقتي الأجهزة بتاعتنا قوية، أقوى من زمان بكتير، بتبقى أغلب المشاكل في الperformance في الanimation بتحصل بسبب الJavaScript بتاعتنا. ففي الفيديو الجاي هنشوف مع بعض إزاي نoptimize بقى الJavaScript animation performance بتاعنا، وإيه الحاجات اللي برضه من JavaScript بنعملها بتtrigger الpipeline دي كلّها كل frame معانا.